انا هفتح الفورم تاني بقى بتاعت اليوزر دي. احنا كنا وصلنا ان الامبلوي نيم خلاص عرفنا ان الريفرنس عندنا في حاجه اسمها امبلوي اي دي، وهو بيبوست في تيبل تاني، والنيم دوت موجود في مكان تاني خالص، صح؟ طيب خلينا دلوقتي نكمل على الوضع ده ونجيب الامبلوي اي دي دلوقتي. تمام؟ طيب سيستم ادمنستريتور، قلنا بقى نجيب ايه؟ امبلوي اي دي دلوقتي يا عم، ده صح كده؟ نجيب اهو ثانيه. انا دلوقتي كنت واقف هنا قلت عايز ان هو عايز الفيلد ده، فلما وقفت على اكزامن طلب بقى طبعا عشان السيشن اتقفلت وفتحت تاني طالب الابس باسورد، لقيت ان في فيلد اسمه امبلوي نيم، رحت دورت في التيبل بتاعي على كولم اسمه امبلوي نيم ما لقيتش، صح؟ رحت جاي هنا مروح، المفروض ما فهمت كده بقى ان اكيد ده بيريفير لحاجه ده اي دي، رحت جاي رايح هنا كده اي دي، لقيت في حاجه اسمها كاستمر اي دي اكيد ريليتد باللي تحت لانها نفس الفكره برضو اهي، صح؟ وفي حاجه اسمها ايه؟ امبلوي اي دي، فرحت دورت على امبلوي اي دي ده في التيبل، لقيت ان فعلا في كولم اسمه ايه؟ بس طبعا انا بجرب اوبريشنز، فجاب لي ايه؟ التو فيلد دول، يوزر نيم اوبريشنز والامبلوي اي دي كام؟ تعال نكمل بقى. قال لك هات لي كمان ايه؟ الايميل. اقف برضو بنفس الطريقه بقى، هيلب دايجنوستكس اكزامن، بعد ما اقف على ايميل يبقى في فيلد عندك اسمه ايه؟ ايميل ادرس، ادور كده. لا لسه هنجيبه بقى بعدين بقى، يعني انا دلوقتي معايا الاي دي بس. ادور كده في التيبل في حاجه اسمها ايميل ادرس اهي، حلو كده، وفي فاكس كمان اللي هي تحت كمان اهي اهو، فاكس اهي، عندنا هنا في كولم اسمه فاكس اهو، فاكس اهو. تعالى نعمل ران كده اكسكيوت، نعمل كونكشن من تاني اللي هو تيست كونكشن ريكونكت يعني جاب لك اليوزر نيم اسمه اوبريشنز، امبلوي اي دي، والايميل والفاكس، حلو كده؟ بعد بس ايه؟ الامبلوي اي دي دوت عايزين نبقى نجيب النيم بتاعه، خليه دلوقتي بقى، حلو كده؟ بص بقى ركز معايا، شيل من دماغك خالص بقى موضوع الامبلوي نيم دلوقتي عشان خاطر احنا هنبص على نفس الفورمه، هو قال لك كمان هات لي ايه؟ اكتف دي، استنى، هو قال لك اكتف، وقفت عليها برضو كده بنفس الطريقه، حاجه اسمها ايه؟ هشوف هنا في تيبل اسمه كده كولم اسمه يوزر ستاتس طب ستاتس يوزر اي ده اكيد الريفرنس بتاعنا مش بتاعنا يعني، ده رو
عايزين نجيب كده لو سمحت هات الايه الرو بتاع الراجل ده. فلتر هات لي. طب فين بعمل ايه؟ فلتر الداتا اللي جايه بالرو بتاع اوبريشنز ده بس. ببص عليه الباسورد طبعا محطوطه انكريبتد. الستارت ديت هنا اللي موجوده هنا ايه؟ ستارت ديت 1 ابريل. ماشي. ديسكريبشن ستوك بات اللي هو لا اللي هو هنا ديسكريبشن. في فيلد ديسكريبشن اهو. لو وقفت عليه هنا برضه هيقول لك لا. ده ديسكريبشن اهو. ماشي. و ان ديت فاضيه. باسورد ديت لاست لوجن ويب باسورد يوزر جايد. طب بص بقى النهارده دلوقتي بنفس الطريقه الستيتس دي ملهاش، يعني انا مش شايف اي مابنج بتاعها على التيبل خالص، صح كده؟ اسالك سؤال بسيط جدا، حاجه احنا ممكن نعملها برضه. وانا مش ممكن اعمل فانكشن اديها بارامتر ترجع لي فاليو مثلا. النهارده مثلا على سبيل المثال الباسورد دي، انت شايف باسورد؟ لا ما فيش باسورد، لكن على داتا بيز هو مخزنها بطريقه معينه، بيستخدم حاجه اسمها يوزر جايد هو بطريقته. والانكريبشن اهي الانكريبتد باسورد. فالنهارده في حاجات برضو دي ممكن تكون بالنسبه لي اكتف عشان خاطر ملهاش ان ديت. يعني انا لو جبت حاجه كده، خد بالك انا بفكر معاك، انا ما اعرفش، لان اللي هيبين لنا في الاخر خالص لما تيجي تفكر كده وتغلب برجع لمين؟ اللي هو طالب الفيلم ده. ما انا الفيلم ده مش بتاعي، انا مش فاهمه كبزنس، صح كده؟ فلما اجي اقف عند حته مش مستوعبها مين بيفهمها لك؟ هو المفروض هو عارف بيزنس، هو ما يعرفش الدنيا تكنيكال عامله ازاي. تمام كده؟ طيب بص كده لما اجي اقول ده انا هعمل له ديسيبل مثلا. انا عايز اجرب كده اكتف دي اتغير ولا لا. في ايه يا عم مالك؟ ده انا في الفورمه بتاعها تاني. عم البلاي ستيشن نفسها.
بص اللي حصل. اقل، ايوه بص اقل من التو ديت اللي هو يعتبر هنا على الداتا بيز. حتى عندنا بص هتلاقي ده اسمه يعني التو ديت ده ان ديت. انت معايا بقى ايه؟ طب انا مين عرفك الكلام ده؟ ليه؟ الفانكشنال يا جماعه. يعني يا جماعه بص خلينا نتكلم باتفاق. انا وانت مش ساحر، انا وانت ايه؟ مش سحره. الموضوع ببساطه شديده، الراجل طالب شويه ريكوايرمنت بطريقه معينه، انا وانا شغال في حاجات قابلتني مش فاهمها، تربيطات مش فاهمها. انا مش بقول له انا مش فاهم فعلا. يعني دلوقتي لما انا جيت قلت لك الشاشه دي، انا بعلمك النهارده الشاشه دي توصل للتيبل والكولمز فيها ازاي، صح؟ كلمتك في بيزنس مش هعرف اصلا، انا بديك سامبلز، صح؟ طيب النهارده دلوقتي بقى لما انا اجي واكلمك اطلب منك حاجه وانت في كولم مش عارف توصل له، بتناقش مع الراجل طلب مني طب الكولم ده هل في اماكن، يعني في مكان على الابلكيشن بتروح تحط الفاليوز فيها وبعد كده هنا بتختارها، بتدسكاس، فاهم ازاي؟ طب ده بيستخدم في مكان تاني، طب ده معناه ايه؟ يعني الستيتس دي اكتف ولا ان اكتف معناها ايه؟ فاهم ازاي؟ اقدر اقول لك والله معناها ان اليوزر ده اوريدي لو جه يعمل لوجن هيشتغل، ما جاش يعمل لوجن يعني مش هيشتغل. تقوم خاطره في بالي كده طب ما انت عندك ايه ده؟ يعني طب انا ازاي، بص بقى ازاي ممكن اقفله وما اخلوش يشتغل؟ اقول لك انا بحط هنا في الاند ديت تاريخ زي الريسبونسابيلتي كده، يبقى اليوزر ده جاي يتقفل مثلا. انت فاهم ازاي؟ فهو الموضوع احنا مش سحر، خدت بالك؟ وبعدين ما تخبطش في دماغك على طول طب انا لو اشتغلت في مكان ما عنديش فيه فانكشن، مش عايزك تفكر كده. السؤال ده بتسأله مليون مره، ما اعرفش ليه بصراحه. الناس الجروب حتى اللي فات هم متبرمجين، افرض نزلت مكان وانا كنت بعمل فيه كل حاجه، ماشي بس مش صح.